نوم مش منتظم، من كلام وجعك وسكت عليه، من خوف مكبوت، من إحساس إنك بتجاهد كل يوم عشان تبين إنك تمام، وجسمك بيشيل يوم بعد يوم لحد ما يوصل الرسالة بطريقته. توتر، خنقة، صداع، تعب، مش علشان يهذبك لكن علشان يقولك كفاية ضغط. علميا التوتر مش مجرد شعور، ده رد فعل طبيعي من المخ لما يحس بخطر. المشكلة إن العقل مش بيفرق بين خطر حقيقي وخطر في خيالك. يعني ممكن تكون قاعد في أمان تام بس فكرة واحدة تمر في بالك زي هفشل، الناس شايفاني إزاي، أنا مش كفاية، فيتعامل جسمك كأنك في معركة حقيقية. القلب يدق بسرعة، النفس يكون أسرع، والنتيجة إحساس غريب بالخطر من لا شيء. إحنا بنتعامل مع التوتر غلط، بنحاول نهرب منه بدل ما نفهمه. نقعد نقول اهدى بقى، مفيش حاجة تستاهل، ونمثل إننا تمام. بس التمثيل مش علاج،